تعالي اقولك على سر امهاتنا زمان وطعم شوربتهم الجميله. الشوربه اللي بدون اي اضافات سمنه بلدي عليها ولا بتاع، الشوربه العاديه اللي بتخلي اللحمه طعمها حكايه وفي حته تانية خالص. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. جهزي معايا اللحمه بتاعتك الكميه اللي انت عايزاها. اغلي ميه في حله، تمام زي ما انتم شايفين كده. اول ما اللحمه تغلي معاكي، الميه تغلي معاكي، هتطلع رغاوي بيضه دي اسمها ريم. الريم ده بتقشطيه عشان خاطر الزفاره وعشان المرقه تطلع رايقه معاكي ونضيفه. تمام، الشوربه بتاعتها تطلع رايقه معاكي ونضيفه. هتضيفي معاكي البهارات بدون اي اضافات ملح، ما تحطيش ملح، هتضيفي بس الفلفل الاسود والورق اللوري بتاعك وبهارات اللحمه اللي انت حابه تحطيها مستكه او حبهان. هتسيبيها تغلي وبعدين تضيفي اي عصرة طماطمية واحدة بس، هتخلي معاكي الشوربة بسم الله ما شاء الله، واللحمة دايبة دوب، والشوربة طعمها في حتة تانية خالص. هتفكرك بقعدة لمتنا ولمة العيلة زمان. حبيبتي هي دي اللحمة اللي هي التقليدية بتاعتنا دي، بتبقى طعمها خطير. ولو حابة تحمريها بسمنة بلدي حمرها بتبقى جميلة خالص، ولو حابة تحمرها في الفرن. ولو وصلت لحد هنا يا ريت تدعموني بلايك وكومنت حلو منك، وتنسوني بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم.